الزمالك بيتعادل مع غزل المحلة، اكتر فريق بيحب يتعادل في العالم. تعادل 8 مباريات في الدوري لغاية دلوقتي، وكسب ماتش وخسر الماتش الوحيد اللي فلت منه المصري في التعادل، والاسماعيلي كسبه. دول اللي فلتوا منه، والباقي كل الماتشات تعادلات. غزل المحلة لغاية دلوقتي 6 تعادلات، 0-0 وتعادلين 1-1. يعني بصراحة حتى الأهلي تعادل معاه 0-0. بصراحة غزل المحلة ده فريق غريب، المفروض يتعمل عليه دراسة مع المدرب طبعا علاء عبد العال ملك الدفاع. بيحب يعمل اتوبيس كده في الدفاع، ما بحبش حدش يتحرك من بتاع ايام ما كان بيلعب، كان بيدرب في الداخليه. اما الزمالك النهارده ما عرفش يعمل هجمات كتيره، وعمل هجمات كتيره بس برضه ما عرفش يستغل الفرص. شاط 24 تسديده، ما عرفش منهم يجيب الا جون واحد، وكان جون صدفه، جون احمد ربيع ومن اساس الانتاج. وبعد كده تعادل في هجمه مرتده في الدقيقه 65، محمود صلاح لاعب غزل المحله. والزمالك بيفقد الصداره، وبالصدارة لغاية دلوقتي بتتصدرها المصري فرق الأهداف مع الزمالك. الاتنين بنفس النقاط ب18 نقطة، بس المصري أهدافه أكتر. وكمان كان في ماتش تاني النهاردة، كان بين الجونة وطلائع الجيش، وخلص 1-0 للجونة. جاب الهدف محمد عماد لاعب الجونة في الدقيقة 56. وكده ترتيب غزل المحلة، ترتيب الجونة في المركز ال11 ب12 نقطة. وغزل المحلة طبعا اللي تعادل مع الزمالك بقى عنده مركز ال14 11 نقطة. وطلائع الجيش بينزل المركز ال16 ب9 نقاط. وده لغاية دلوقتي المطوشة اللي اتلعبت في الدوري. لسه عندنا طبعا ماتشين هيتلعبوا الساعة 8، حرس الحدود والسيراميكا، وكهرباء الإسماعيلي والأهلي. وإن شاء الله الأهلي يفوز عشان يقرب من الزمالك والمصري وصدارة الدوري إن شاء الله، والأهلي ياخد الدوري برضه إن شاء الله. سلام.